سلمى، احنا بقالنا كام ساعة ماشيين في الشارع ده. أنا حاسس إن المغرب قرب يأذن والمحلات كلها قافلة، والناس لبسها غريب قوي، كأننا في عصر تاني خالص. أنا كمان مستغربة. بص البيوت دي مبنية بالطوب اللبن والخشب، وفين العربيات والزحمة؟ إحنا كنا لسه في المهندسين، إزاي فجأة بقينا في القاهرة القديمة دي؟ العلامة اللي في إيدي هديت خالص. أنا حاسس براحة غريبة، يمكن عشان رمضان والجن بيتسلسل زي ما بنسمع. أنا بجد بدأت أصدق إن اللعنة سابتنا في حالنا. يا رب يا هيثم، أنا مش عايزة غير إننا نفطر في سلام. بص الراجل اللي هناك ده بينادي علينا، شكله طيب ولابس لبس من بتوع زمان. تعال نشوف في إيه. يا أهلا بالضيوف، المغرب خلاص على وصول. اتفضلوا افطروا معانا، البيت بيتكم والزاد موجود. ما تخافوش من الغربة، رمضان بيجمعنا كلنا في خير. كتر خيرك يا حاج، احنا فعلا تايهين وميتين من الجوع. سلمى، الراجل ده وشه بشوش قوي، انا حاسس بامان ما لمستوش من ساعة ما دخلنا الهرم الملعون ده. بهمس يا هيثم، بص على الفانوس اللي في ايده، نوره مش طبيعي، كأنه بيسحب الضوء من حواليه مش بيطلعه. والريحة اللي طالعة من البيت ريحة بخور تقيل قوي. بطلي وسوسة بقى، الجوع مأثر عليكي. تعالي ندخل، السفرة مرصوصة أكل وشكله يفتح النفس، كأنه وليمة ملكية. أنا مش قادر أقاوم ريحة المحشي والبط دي. اقعدوا يا ولادي، الأكل ده معمول مخصوص عشانكم. رمضان هنا مختلف، الزمن هنا بيقف عشان نستمتع بكل لحظة عبادة. كلوا واشبعوا قبل ما الفجر يطالع. هو المغرب أذن يا حاج؟ أنا ما سمعتش صوت مدفع ولا أذان. الدنيا سكتت فجأة ليه؟ حتى صوت الهوا في الشارع اختفى، كأننا جوه صندوق مقفول بإحكام. سيبك من الأذان دلوقتي، الأكل طعمه خيالي. أنا عمري ما دقت حاجة بالحلاوة دي. كل يا سلمى، أنتي محتاجة طاقة عشان نعرف إحنا فين. أنا مش قادرة أمد إيدي، في حاجة غلط. بص يا هيثم على المراية اللي ورا الحاج، ملوش خيال، والترابيزة مفيش ليها انعكاس. إحنا بناكل في الهوا يا هيثم. إيه ده؟ طعم الأكل اتغير في بقي، بقى زي الرمل والتراب. أنا حاسس بمرارة فظيعة. سلمى، الأكل اللي قدامنا بدأ يدود ويتحول لرماد. اللعنة ما بتموتش في رمضان، اللعنة بتستخبى في صور الخير. انتوا أكلتوا من زاد الموتى، ودلوقتي بقيتوا جزء من تاريخنا المنسي. اجري يا هيثم، البيت بيتحول لمقبرة. الحيطان الخشب بقت حجارة هرم، والراجل ده جلده بيقع، ده هيكل عظمي لابس لبس بشر. احنا وقعنا في فخ زمن. الباب اختفى، أنا مش شايف غير ضلمة، والوجع رجع في إيدي أضعاف. العلامة بقت بتطلع نار خضرة. إحنا صايمين يا كفارة، سيبونا نخرج من الكابوس ده. صيامكم هنا ملوش قيمة، انتوا في مكان الزمن فيه واقف من آلاف السنين. رمضانكم ده بره، أما هنا فانتوا مجرد قرابين للحارس اللي مستنيكم في الضلمة. بص يا هيثم، في شباك عالي هناك باين منه قمر رمضان. ده الخيط الوحيد اللي بيربطنا بالعالم بتاعنا، لازم نوصل له قبل ما يختفي ونتحبس هنا للأبد. أنا هرفعك على كتفي، حاولي تمسكي في الحافة وتطلعي. أنا هحاول أشغل الكائن ده بأي حاجة. خدي الفانوس ده معاكي، يمكن نوره يفتح ليكي طريق في السواد. مش هطلع من غيرك. بص الراجل بدأ ينادي على أصحابه، في خيالات بتطلع من تحت الأرض، لابسين لبس أهل زمان بس وشوشهم محروقة. هما بيقربوا مننا يا هيثم. أنا هضرب الباب بالعلامة، حاولي ما تدخليش تاني، مش عايزين يدخلوا معانا. أجري يا سلمى ناحية المأذنة، ده أملنا الأخير قبل ما المغرب يخلص. وصلنا. أنا لمست النور، إحساسه دافي قوي. أنا بسحبك معايا يا هيثم، امسك فيا بكل قوتك، مش هسيب روحك تضيع في زحمة الشوارع دي. إحنا لازم نرجع لبيتنا. أنا بفتح عيني ببطء، أنا سامع صوت التلفزيون، ده برنامج خواطر. سلمى، أنتي صاحية؟ إحنا في الصالة عندنا، والأكل على السفرة لسه سخن. إحنا رجعنا بجد. الحمد لله، إحنا في بيتنا وفي رمضان بتاعنا. بس بص على الساعة، المغرب لسه مأذن حالا. كل اللي فات ده حصل في ثانية واحدة، إزاي ده ممكن؟ أنا ببص لإيدي برعب، العلامة رجعت تاني بس مكتوب تحتها كلمة واحدة بالهيروغليفي: انتظرونا. الحكاية ما خلصتش يا سلمى، هما بس سابونا نفطر النهاردة.